علاش كيضرك ودنيك ملي كتسافر في الطائره؟ بزاف ديال الناس كيلاحظوا القضيه هذه. ملي كتسافر في الطائره وكتبدا طالع او لا كتبدا نازل كيضرك ودنيك. علاش؟ في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرحوا طبعا الاذن فيها الاذن الخارجيه والوسطى والداخليه، هذا هو التشريح ديال الاذن، ولكن حنا ما غاديش نتعمقوا في هادشي طبعا تخصص ديال الاطباء. حنا غندويو في البارت الجزء اللي كيهمنا حنا، اللي كيتسمى يوستيتشن تيوب، قناه اوستاكيوس. وهضروا على الدور ديالها شنو كيطرا فيها وعلاش كيجيك داك الالم. وفي هذا الفيديو غادي نهضروا على الضغط الجوي اللي هو طبعا كيسبب هذا الالم، وغادي نهضروا على قوانين الضغط. واللي كمل الفيديو حتى الاخر غادي يعرف علاش خطيره جدا، خطيره. الا غطستي في البحر ولا في البيسين، المهم النهار اللي غتغطس فيه ما خاصكش تطلع الطائره، ما خاصكش تسافر في الطائره. اوكي. طبعا غادي نبداو. اول حاجه غنبداو هي قوانين الضغط. نعطيكم واحد المثال سهل، مثال حي وسهل وكلشي غيفهم. الا جاو عندك الضياف وكانوا الضياف كثار بزاف، وقال لي ستيو في الصالون مثلا، دوك الضياف كثار بزاف، 30 ولا 40 واحد ولا على حساب. وهما دوك الناس اوتوماتيكمون غيضيقوا، غيطلع لهم الدم، غادي يبغيو يتحيدوا من تما ويمشيو شي كونتخر. يقولك وديوش عندك شي بيت اخر نمشيو نجلسوا فيه، ياك وغادي نمشيو ليه. علاش لكم هذا المثال هذا؟ باش نوريكم ان في القوانين الكونيه، هذا الناموس كوني، ان ديما الهواء او الماء او اي ماده كتمشي ديما من المناطق اللي فيها ضغط اكثر المناطق اللي فيها ضغط اقل، للتوازن. سبحان الله، يعني الله خلق واحد التوازن. ديما الضغط كيمشي من بلايص طالعه لبلايص نازله باش كيتيكواليزا، باش بحال هكا كيدير هكا وكيتقاد. مثال اخر وغادي نعطيه لكم باش تفهموا مزيان، باش هذا الموضوع نسدوه. باش علاش؟ لان ان شاء الله الحلقات اللي غتشوفوا معايا جايين والرحلات اللي غنشوفوا مع بعضياتنا غنكون مره داوي الضغط الجوي. غنقول لكم مثلا كنطلعوا كنقص الضغط، كنزلوا كيطلع الضغط. خاص كلشي يفهم هذه القضيه باش ما نحتاجوش نبقاو ديما نشرحوها. فهاد الفيديو هذا مهم بزاف، خاص كلشي يفهم شنو هو الضغط الجوي وشنو هو الاثر اللي كيأثر علينا حنا كبشر، الجسم البشري. ومن بعد غتفهموا كيفاش كيأثر على الطائره وكيفاش يقدر يأثر على اي حاجه. المثال الثاني، الى الفرمليه ضربات الكبره، دقاتك سرانقه. الفرمليه ملي تخشي فيك ديك البره في اللحم ديالك، شنو غيطرى لك؟ الجسم ديالك اين فوا غتوقع فيه تقبه، الدم غادي يبغي يخرج طبعا. علاش؟ يعني الجسم ديالك فيه واحد الضغط معين، فداك الدم خص يلقى فين يخرج، يمشي لبلاصه اللي فيها ضغط اقل، فكيخرج وغادي يدخل لك السرانقه، والسرانقه غتبان لك فيها الدم. فلذلك الفرمليه ملي غتدق لك البره خاصها تبريسي واحد، خاصها تمارس واحد الضغط معين اللي يكون اكثر من الضغط اللي كاين في الجسم ديالك طبعا، باش ديك الدواء يتدفع ويدخل للدم. حيت الا ما دارتش هكا الدم غيهرب وغادي يمشي يدخل للسرانقه، غتبان لك السرانقه فيها الدم. علاش قلت لكم هادشي؟ باش تعرف القوانين ديال الضغط. الا جديتي نفاخه كبيره ولصقتيها مع نفاخه صغيره، فين غادي يهرب البرد؟ داك الهواء فين غادي يهرب؟ فين غادي يمشي؟ واش غيمشي من النفاخه الكبيره للنفاخه الصغيره او العكس؟ شحال ديال الناس غيعتقدوا انه غيمشي من البالون الكبير للبالون الصغير؟ هو راه العكس. علاش؟ الا جديتو كيما كنشوفوا في التجربه، الا جديتي نفاخه لصقتيها مع بالون اخر، الهواء غتمشي من البالون اللي فيه شويه ديال الهواء للبالون اللي فيه الهواء بزاف. علاش كاين هذا الاستثناء هذا؟ لان البالون الصغير فيه ضغط اكثر. علاش؟ لان المطاط اللي كيتصاوب منه البالون ملي كيكون فيه غير شويه ديال الهواء كيكون داك المطاط غليظ، فكيكون كيمارس ضغط اقوى. اوكي. فداك البالون الصغير غيزيد يتفش وغيتلاح الهواء للبالون الكبير. علاش؟ لان البالون الكبير واخا فيه هواء اكثر ولكن فيه ضغط اقل. علاش؟ لان المطاط ديالو كيرقاق، كما البالون كيتنفخ كما المطاط ديالو كيرقاق. عطيتكم هادشي كامل. علاش؟ الجسم البشري ملي انت كتكون في الارض مازال في المطار، الجسم ديالك كيكون فيه واحد الضغط معين، فيه واحد الهواء كيكون في الجسم ديالك. ملي غطلع الطائره وغتبدا محلق، قد ما طلعنا قد ما كيبدا ينقص الضغط. من بعد غادي نشرحوا علاش، ولكن نتوما انتبهوا معايا وركزوا معايا مزيان. قد ما طلعتي قد ما غادي يبقى ينقص الضغط، غيبقى ينقص الضغط. شنو غيطرا؟ الهواء اللي كاين في الجسم ديالك غتبغي تهرب للبرا اللي هو داخل ديال الطائره، كيكون فيه ضغط اقل طبعا. اش كيطرا هنا؟ داك الهواء ملي كيبغي يخرج كيبغي يتدفع، يقدر يضرب لك الطبله ديالك، الطبله ديال الاذن يثقبها، وانت تصماك وباي باي السمع
وباي باي الاذنين. لذلك الله عز وجل خلق لنا واحد اللعيبه اللي هنا فين كيجي الدور ديالها، واحد القناه، واحد التوب، واحد الانبوب اللي الماكسيموم ديالو عند الناس البالغين الى طوال كيكون 3 سنتيمتر ونص تقريبا. هذه الى طوال، يقدر يكون قل على حساب. هذا الانبوب اش كيدير؟ اولا السميه ديالو هاو كتشوفو في الصوره، سميتو يوستيتشين توب، قناه اوستاكيوس. هاد القناه او هاد الانبوب هذا اش كيدير؟ الدور ديالو خلق الله باش يعادل لك الضغط فقط، باش انت ما تصمكش. تخيل هاد القناه هذه اللي كتكون رابطه ما بين الانف والاذن، اللحظه اللي كيبغي الضغط يتيكواليزي يتقاد من انت كتبقى طالع، الضغط كيبغي الهواء كتبغي تهرب من الجسم ديالك لبرا عبر الاذنين، فكتدفع الطبله ديالك، الطبله ديال الاذن ديالك كتمدد. فانت شنو خاصك دير في هاد اللحظه الا بغيتي ما يجيكش الالم؟ كدير هاد الحركات، يا اما كدير بحال الحركه ديال التثاؤب، سيميلاسيون، محاكاه ديال كانك كتثاوب بحال هكا بحال هكا بحال هكا، كدير الحركات كتمدد هاد العضلات، او لا كتصوت الريق. شنو كيطرا ملي كدير هاد الحركات؟ واحد العضله سميتها تنسور فيلي بالاتيني كتقلص وكتسمح بالهواء يخرج من الاذن الوسطى ديالك، فكيتعادل الضغط وكترجع الطبله ديال الاذن ديالك ترجع للشكل ديالها الطبيعي وكتولي بخير نورمال، امورك مزيانه. ملي كنبداو نازلين كيوقع العكس. هنا دابا من طلعتي ولا عندك ضغط ناقص لان وقعت العمليه اللي كنا قلنا، فكيولي ضغط ناقص فوق وسط الجسم ديالك. ملي كنبداو نازلين بالطائره الضغط كيبدا يتزاد، كيبدا يطلع، كما قربنا للارض الضغط كيبدا يطلع. منين الضغط كيطلع سيادنا كيبغي يدخل في اللي قلنا ملي كتكون طالع كيبغي يخرج، دابا كيبغي يدخل كيرد الطبله ديالك لداخل، كيدفع الجسم ديالك الطبله ديال الاذن. فهنا نفس الشيء كتقدر دير واحد الحركه معينه كما قلنا التثاؤب اولا كتصوت الريق باش كيتيكواليزا الضغط وكتولي بخير. هنا كاين واحد الاستثناء، الا كان فيك الروح اولا كان ضربك البرد كنتي مريض، القناه هذه قناه اوستاكيوس اولا اوستاكي كتكون ملتهبه، كتكون مريضه. فهنا كيكون واحد الالم خايب، كيكون الم حاد. ملي كتكون ملتهبه ما كتكونش مرنه ما كتسمحش بالهواء يدوز كامل بشكل كيف، فقط كيقدر يدوز بشكل جزئي. فكتقدر الا كنتي طالع في الطياره كتقدر ما تمحنش عادي، كيقدر الهواء يخرج منك. ولكن ملي كنكونوا نازلين والهواء كيبغي يدخل ليك ما كيقدرش يدخل لك الهواء، لان القناه وسطاكي كتكون ملتهبه بالرواح بالسكان. هنا كتحس بالم، والم كيكون خايب صايب. من الاحسن الا كنتي مريض ما تسافرش في الطائره، من الاحسن الا كنتي مريض بزاف من الاحسن ما تسافرش. الا كان عندك احتقان انف وكنتي محلاقه بالروينه من الاحسن، كنقول لك من الاحسن، يعني قدرتي ما تسافرش. دابا الجزء الثاني من الفيديو شرحت لكم القانون ديال الضغط، ولكن خصني نشرح لكم دابا علاش ملي كنطلعوا الضغط كينقص وملي كننزلوا الضغط كيطلع. هذه نعطيكم واحد المثال وغتفهموه كاملين. نعطيكم مثال ديال هاد القرعه هذه. الا كنتي انت تخيل ان هاد القرعه بيسين، هاد القرعه هذه مسبح. الا كان واحد نجبدو جوج سميات، مثلا سي ياسين كيعوم هنا الفوق وايوب كيعوم هنا لتحت، شكون اللي فوقو كميه كبيره ديال الماء؟ طبعا ايوب، لان ايوب غاطس فوقو الكميه كامله ديال الماء. ياسين غيبغي يهبط عند ايوب قد تما نزل، قد تما غطس، قد تما كيغطس، قد تما كيهز فوقو كميه اكثر ديال الماء، فقد تما كتهبط لتحت كيكون الماء اللي داير بك اولا فوق كيكون اكثر. قد تما غطلع ما يكونش فوقك ما اكثر. الناس اللي كيمشيو مثلا البيسين اولا كيديروا الغطس غيلاحظوها، ملي كتكون غاطس غير شويه ما كيضركش ودنيك، ولكن ملي كتنزل لتحت كيضرك ودنيك بزاف، لان الماء كثير، فالماء كيبدا يدفع كيبدا يدخل لك مع ودنيك، كيمارس عليك ضغط. وملي كتنزل تغطس اكثر كتحس بصدرك كيتضغط اكثر. علاش عطيتكم هذا المثال؟ لان الارض، الكره الارضيه فيها نفس البلان. الكره الارضيه فيها طبقات جويه، تروبوسفير، من بعد كيجي تروبوبوز، ستراتوبوز، من بعد كيجي الميزوسفير. ممكن طبقات جويه حنا ما عندنا ما نديرو بهم. الغرض عندنا هو الطبقه الجويه اللي عايشين فيها حنا، اللي فيها اكسجين وفيها الهواء وفيها جميع الظواهر الطبيعيه اللي كنعرفوها، اللي فيها المناخ وفيها الطقس وفيها كاع داكشي اللي كنعرفوه، اللي هي التروبوسفير. التروبوسفير سيادنا دايره بحال البيسين، بحال هاد الطلعه ديال الماء اللي شرحت لكم. التروبوسفير طبقه جويه جايه دايره غلاف. طبعا الغلاف كاين تروبوبوز هي كتحدى التروبوبوز، ولكن التروبوسفير هي الطبقه الجويه اللي دايره الارض ديالنا. الا اعتبرنا ان هذه هي تروبوسفير، راه قد ما طلعنا
المثال اللي عطيتكم ديال الطائره قد ما حلقنا قد ما كيتباعدوا جزيئات الهواء قد ما كينقصوا قد ما هبطنا تجاه سطح الارض. والمينيموم المينيموم في سطح الارض شنو هو؟ هو سطح البحر. في سطح البحر هنا كيكون عندنا نقطه زيرو، ومن تما قد ما طلعنا كل 27 قدم ديال ارتفاع كتنقص لينا 1 هكتو باسكال ديال الضغط. هو القانون ديال الضغط. اوكي. سبحان الله، هذا ناموس كوني، ربي خلق التوازن هذا. فالمثال اللي عطيتكم ديال القرعه طبقوه على التروبوسفير باش تفهموا. التروبوسفير هو واحد الطبقه جويه دايره بالارض، دايره ومتقله على الارض. داكشي حنا كنقدروا نشموا الاكسجين، كنتنفسوا الاكسجين. داكشي الناس اللي كيلاحظوا ملي كيبداو طالعين في الجبل كيحس بنفسه كضيق، لان الهواء، لان الجزيئات ديال الهواء كتباعد. بحال المثال اللي عطيتكم ديال القرعه، قد ما طلعتي قد ما غينقص الماء، قد ما نزلتي ما كيكون كثير فوقك. نفس الشيء الهواء، قد ما طلعتي مع جبل غتضيق نفسك لان الهواء غيكون ناقص، فانت غتحس براسك ضيق. وحتى الناس كيكونوا سايق طوموبيل وبديك القرعه، راه الانسان كيكون طالع في طوموبيل ولا شي حاجه كيكون حاط حدا قرعه ديال الماء، كيسمع كدير شي اصوات، كيسمع كدير بحال هكا. علاش؟ لان كيكون فيه واحد الضغط معين، داك الهواء اللي كيلصتها اللي مخلط مع الماء، وقد ما كنطلعوا قد ما داك الهواء كيبغي يهرب، لان فيها ضغط طالع حتى كتطلع مع الجبل. كتكون سايق طوموبيل طالع مثلا من الجبال ديال رصاص ولا بوزكارن ولا مثلا تيزين تيشكا ولا الجبال اللي عندنا مثلا في المغرب ديال الاطلس او ولا شي حاجه، غتسمع القرعه ديالك كدير اصوات غريبه. علاش؟ باش الضغط يتعادل. اوكي. وقد ما نزلتي حتى كتوصل لزيرو. زيرو هو مستوى سطح البحر. داكشي ملي كتمشي للبحر كتحس براسك كتشبع اكسجين، كتنفس الهواء مزيان وكتولي بخير ملي كيمشي الانسان للبحر. علاش؟ لانه هو المينيموم. هنا كيكون الجو مشبع بالاكسجين، قد ما طلعنا قد ما كيبقى ينقص. اذا هذا الجزء الثاني من الفيديو سديناه شرحناه، اللي هو الضغط الجوي. علاش كنطلعو كينقص، كنزلو كيطلع. دابا غنشرح لكم علاش ما خاصكش نهار تغطس ما خاصكش تسافر. لان ملي كتغطس في الماء كما قلنا المينيموم ديال سطح الارض هو سطح البحر، ولكن ملي كتغطس كتولي تدخل في ضغط زايد اكثر من الضغط اللي كاين على سطح البحر او على الزيرو. كتولي داخل في كتا. هنا وعقلوا مزيان سيادنا، بلا اللي غنقول لكم هاد القاعده هذه. الا غطستي سكوبا دايفين، يعني الغطس، الا غطستي شي نهار وكنت تفوت 10 متر ديال العمق، الا كنتي تغطس غطسه وحده وتطلع، خاصك تسنى 12 ساعه تقريبا، يعني نص يوم عاد تقدر تطير، عاد تقدر تطلع الطائره. اما الا كنتي غدير بزاف ديال الغطسات في داك اليوم، في داك النهار، خاصك تسنى يوم كامل 24 ساعه تطلع الطائره. اما الا كنتي غدير ديك الغطسه ديال دوك المحترفين، لان الغطاسين المحترفين ملي كيغطسوا بزاف ما كيجيش ويطلع نيشان، لا، راه كيطلع واحد شويه ويوقف ويطلع ثاني شويه ويوقف. علاش؟ باش يتجنبوا ما يسمى بديكمبريشن سيكنس، اللي هو مرض زوال الضغط، او بالعربيه سميتو داء التحني او داء القيصون. هاد الاسامي بالعربيه. شنو هو هذا المرض؟ هو اللي غنهضروا ليه دابا. الا حتى دير هاد اللعيبه اللي تنزل وتطلع وتوقف وتطلع ثاني وتوقف، وهذا خاص لك عندك شي فول، شي فلايت في الطائره، خاصك تسنى 48 ساعه اللي هي يومين. علاش؟ شنو كيطرا؟ كاين عندنا واحد القانون كيتسمى هنري، واحد خينا سميتو هنري خرج واحد القانون. القانون هو الكميه، اسمع مزيان، الكميه ديال الغاز اللي كتكون محلوله في واحد الليكويد، في واحد السائل، كتكون متناسبه مع الضغط اللي كيكون مطبق على داك المحلول. مثال، وهذا المثال نعطيه لكم حي، هو اللي كيطرا في الجسم ديال الانسان. حنا في الجسم ديالنا كاين غازات، مثلا كاين النيتروجين، الهيليوم، كاين غازات. ملي كتبدا نازل في البحر وكتغطس كيطبق عليك داك الضغط الخارجي ديال الماء. اشنو كيطرا في الداخل ديال الجسم ديالك؟ نفس داك الضغط اللي كيطبق عليك من برا، داك الغاز اللي كاين في الدم ديالك كيتزاد الضغط ديالو لداخل. الضغط اللي كاين برا هي داله خطيه، يعني داله فونكسيون لينير. داك الضغط اللي كيكون برا كيطبق على داك الغازات اللي كاين في الدم ديالك لداخل. فشنو كيطرا ملي كتطلع دغيا اولا كتطلع وما كتعرفش هذا القانون ديال هنري وكتجي تطلع في الطياره مع ناس؟ اش كيطرا لك؟ الضغط كينقص ملي كنطلعوا دغيا اولا ملي كنطلعوا في الطائره، الضغط كينقص. فدوك الغازات المحلوله في الدم ديالك كتهرب في الانسجه، فكيبانوا فيك هاد الامراض الله يحفظ، والم خايب، ويقدر الانسان يغيب، ويقدر حتى الوفاه. طبعا كاين حالات ديال الوفاه نادره ولكن كاينه.